السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده ان شاء الله. الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم وينور رضاكم. بتمنى منك لو اول مرة بتزوري قناتي نوريني باشتراكك عن طريق كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل عام وانتم الى الله اقرب. وبمناسبة المولد النبوي الشريف، ربنا يا رب يعود علينا الأيام كلها بالخير وبالفرح وبالهنا وبالستر وبالرضا، اللهم أمين يا رب العالمين. نبدأ اليوم بتاعنا النهاردة بقى روتين يوم السوق. هنا كان علي ابني بيشاور لكم، بيقول لكم حطوا لايك لمام. ربنا يا رب يبارك لكم في أولادكم، اللهم أمين يا رب العالمين. بصوا بقى، النهاردة يوم السوق ومشتريات يوم السوق أول أسبوع في الشهر، وان شاء الله. يعني البداية بصراحة يعني مش قد كده. يعني انا راجعة من السوق بجد، الاسعار مش احسن حاجة. بدأت الأسعار ترفع قوي، مش فاهمة ليه. الطماطم يمكن الفيديو اللي فات قلت لكم خلي بالكم الطماطم أنا سامعة إن هي تغلى، وبالفعل فجأة كده مرة واحدة الاتنين كيلو ب25. فمش عارفة يعني بادئة مش حلوة خالص، وبيقولوا إن هي تفضل شهرين كده. يعني لما تبدأ 2 كيلو ب25 يبقى كده الموضوع مش هيبقى مبشر خالص، فربنا يسترها ان شاء الله. انتوا عارفين ان الطماطم والبطاطس دول اهم حاجة في البيت، فلما بتكون غالية بتحسي ان انتي الميزانية بتخرم منك على الاخر كده، وما بتعرفيش ان انتي يعني تظبطي الدنيا معاكي، بالذات لما تكون الطماطم والبطاطس غاليين. دول اهم اتنين. يلا الحمد لله، وربنا يعيننا جميعا يا رب ويوسع ارزاقنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. فضلت الف السوق كله لعند ما جبتها ب10 جنيه. دي كانت ارخص حاجة، يعني كان ارخص حد بيبيعها الكيلو ب10 جنيه. كل السوق كان بيبيعها ب15 واتنين ب25. فدوت الوحيد في السوق اللي كان بيبيعها ب10 جنيه، ولكن طماطم ناشفة وحلوة اللهم بارك، يعني جميلة. جبت 2 كيلو ب20 جنيه. الخيار اللي هو بقى ايه، عارفين ان هو حاجة ترخص حاجة تغلى، والخيار بالذات اصلا احنا مش عارفين له سعر. يعني الاسبوع ده ممكن تجيبيه ب15، الاسبوع اللي بعده تروحي تلاقيه ب25، فبرضه سعره مش مستقر. ولكن الاسبوع ده الحمد لله والشكر لله جبته ب15 جنيه. جبت كيلو حلو جدا ما شاء الله وصابح يعني. الخيارة ناشفة كده وصابحة وحلوة، قلت يبقى موجود في التلاجة بقى السلطة. جيت مثلا جينا نفطر سندوتش جبنة ولا حاجة، ناخد جنبها خياراية. حلو في التلاجة، يعني مفيش غنى عنه بصراحة. يعني قلت اجيب كيلو وخلاص يبقى موجود ايه عندي في التلاجة، وربنا يوسع ارزاقنا جميعا اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، اللي خلاص بتشطب كده وبتمشي، والحقي نفسك بسرعة 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 لو لسه ما فرستيش بامية. خلاص هي كده، يعني خلاص بتشطب كده وبتلم كده اشيائها وهترحل. كل سنه وحضراتكم طيبين. فلو ما جبتيش يلا بقى الحقيقه هاتي الباميه. انا جايباها كانت بتقول لي اللهم صل على النبي ب40 جنيه، قلت لها ب45، قلت لها قصدي ب35. فدول كانوا اخر شويه معاها، تقريبا كانوا كيلو وربع حاجه زي كده. فالمهم ايه، قالت لي خلاص ماشي مفيش مشكله، فاخدتهم منها. ما شاء الله حلوه، هي فيها كبيره وفيها صغير، فيعني في بعضها كده، بس ما شاء الله جميله جدا وحلوه. انا عامه بحب ان انا اجيب الحجم اللي هو زي اللي انا وريتها لكم الاولانيه دي. اللي بحب الصغننه قوي بتعلني قوي في التقميع، ولا بحب الكبيره قوي بتحس ان هي بيبقى فيها بذر كده. يعني بحب اللي هو الحجم الوسط ده في الباميه، بتبقى حلوه جدا جدا. فانا الحمد لله كنت عملت كذا كيس يعني، وقلت اجيب دول كده اعملهم كيسين الكيلو وربع. قلت اعملهم على كيسين اتنين واحطهم في الفريزر برضو، عشان لو حبيت اجر منها من دلوقتي وتبقى موجودة عندي بزيادة. اللهم صل على النبي بقى. صديقنا الصدوق اللي ما بنقدرش ابدا 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 نستغنى عنه، البتنجان الكيلو وربع ب10 جنيه. ومشيت شويه قدام كده لقيته الكيلو ونص ب10 جنيه. قلت يلا مش مشكله، كل واحد بياخد رزقه والحمد لله والشكر لله، فضل ونعمه. بس عايزه اقول لكم ان هو صابح وجميل قوي قوي البتنجان اليومين دول بصراحه. اصلا يعني حلو جدا مسكر كده، تيجي تاكليه تلاقيه مسكر كده وحلو قوي. اللهم صل على النبي. البطاطس ب10 جنيه، سعرها حلو قوي، بس هي تدوم على كده لعند ما البطاطس الجديدة تطلع. فسعرها حلو جدا ما شاء الله ب10 جنيه. جبت برضو 2 كيلو. ما بحبش ان انا اكتر اليومين دول في البطاطس، بجيب على القد اللي هو 2 كيلو يمشوني الاسبوع. يعني عايزه اقول لكم ان انا كان عندي كمان كام بطاطسايه كده من الاسبوع اللي فات، فقلت اجيب 2 كيلو بس، ايه مش هكتر يعني. اللهم صل على النبي. سعرها حلو وجميله يعني، ب10 جنيه برضو مش غاليه يعني، كويسه الحمد لله. صليتوا بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جبنا ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. جبت بقى العنب اللي هو الأحمر ده، الكيلو ونص
ب50 جنيه، حلو جدا، اللي هو الكريز ده او مش عارفه بيسموه ايه، اللي هي الحبايته طويله ده. ما شاء الله مسكر جدا جدا جدا، يعني سكره عالي قوي ما شاء الله. كان في اللي هو البناتي، ولكن عارفين اللي هو تحس ان العنقود بتاعه بقى خلاص، يعني هو كده في اخره، فتحس ان العنقود بتاعه نشف قوي ومفرط كده، ووقع من العنقود بتاعه، وحبيته صغننه. ففي الاخر خالص كده ما بيبقاش حلو بصراحه، يعني ما عجبنيش. كان بيبيعوا ب25 جنيه الكيلو، ولكن قلت اجيب ده افضل، يعني ايه، حلو، والفرق برضو مش كبير يعني. جبت كيلو ونص ب50. والبلح بقى، شايفين بقى روايح الشتاء، انا اكتر حاجة بسطتني في السوق النهاردة روايح الشتاء بقى، البلح واللهم صل على النبي، والرمان. من طبعا من الحاجات الشتوية او من الفاكهة الشتوية الجميلة. فانا كنت ماشية كده، كنت فرحانة قوي، انا من عشاق الشتاء بصراحة، فبسطت قوي 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 لما لقيت البلح والرمان كده في السوق. جبت البلح الكيلو ب20 جنيه، والرمان برضو الكيلو عامل 20 جنيه. خفت بصراحة ان انا اجيب رمان كتير ما يطلعش حلو معايا، فاهمين، خفت لا يطلع ابيض من جوه، ولكن سبحان الله طلع من جوه احمر جدا ومسكر وزي العسل. فالمهم انا جبت لهم كيلو الاسبوع ده، ان شاء الله بقى كل اسبوع اجيب من الراجل دوت، مادام الرمان بتاعه حلو. يعني دايما كده اما باجي اجيب حاجه من حد معين وتطلع حلوه، بحب ان انا بقى اروح عليه على طول. والبلح برضو ب20 جنيه، جبت كيلو ونص برضو ب30 جنيه. وزي ما انتم متعودين معايا بقى، العجوه شيء اساسي، لان ابني والله طالب مني ايه، عايز يا ماما قرص بالعجوه وكده، فقلت ايه اجيب بقى النهارده العجوه دي عشان خاطر اعمل لهم قرص، ان شاء الله بقى اعملها معاكم، اوريكم طريقتها حلوه جدا وسهله وكمان اقتصاديه جدا. جبت النص كيلو عجوه، نص كيلو ب20 جنيه. جبت كمان ربع كيلو فاصوليا، ربع كيلو ب15 جنيه. يبقى موجود عندي كده في التلاجة، لو ما طبختوش يعني النهاردة، قلت يبقى موجود عندي، ما بتخسرش. جبت كيلو مكرونة، الكيلو المكرونة عامل 22 جنيه، دي اللي هي المكرونة الهلالية. برضو جايباها في يوم كده، ممكن مثلا ابقى اعمل جنبها فرخة، او مثلا ممكن لو يوم هنقضيه مثلا ممكن احمر جنبها شوية بطاطس واعمل بيض، يبقى برضو ايه، تبقى موجودة عندي. جبت ربطة خضرة كده للسلطة، وجبت كمان ربطة جرجير، قلت ايه تبقى حاجة خضرة كده للسلطة. بتضايق قوي لما باجي اعمل سلطة وما بلاقيش ولا جرجير ولا خضرة ولا كده، فالخضرة بتخلي للسلطة كده طعم حلو. فجبت الربطتين دول، الربطة ب5 جنيه. الخضرة اليومين دول يعني مش احسن حاجة، ولكن ما غليتش، يعني مش زي السنة اللي فاتت، يعني الربطة ب5 جنيه معقولة. كنا بنجيب اقل من دي السنة اللي فاتت، الربطة ب12 جنيه وب15 جنيه. فانا عندي برضو يعني خضرة كتير في الفريزر، ولكن مش هتنفع السلطة، فاهمني. اللهم صل على النبي. جبت بقى سلكة ودان، وجبت كمان كزبرة ناشفة. واكاد اكون خلاص كل الكوبايات اللي عندي اتكسرت. ف يعني ولادي بقى كل اللي بيمسك كوبايه تقع منه تتكسر، فقلت ايه اجيب ال3 كوبايات دول. كنت بصراحه عايزه اجيب الدستة اللي هي الست على بعض، ولكن قلت ايه كده الميزانيه هتبوظ معايا، فانا جبت 3 الاسبوع ده و3 الاسبوع الجاي، حتى يبقوا شكل تاني، يبقى ايه في اختلاف كده، فاهمني. جبت ال3 كوبايات دول عاملين اللهم صل على النبي 30 جنيه، التلاتة عاملين 30 جنيه. فان شاء الله بامر الله الاسبوع الجاي اجيب ان شاء الله 3 كمان شكل تاني بقى، يبقى في اختلاف كده، فاهميني. هحطهم بقى في الحوض كده عشان طبعا يتغسلوا الاول قبل ما نستخدمهم. ودي كده كانت المشتريات بتاعتي النهارده. الحمد لله والشكر لله، انا جبت اللي ناقصني بس. بصوا ما جبتش فلفل، عندي فلفل في التلاجة من الاسبوع اللي فات، وعندي ليمون وعندي بصل، الحمد لله والشكر لله. فانا جبت اللي ناقصني بس. زي ما قلت لكم دايما كده بعمل جرد للتلاجة وللتربو قبل ما بنزل السوق، اشوف ايه اللي ناقصني. اشوف مثلا عندي ليمون هيكفيني الاسبوع كله، ما بجيبش خلاص، يبقى خلاص مش هجيب. مش هيكفيني، ممكن مثلا ان انا اجيب ربع عليه. عندي الفلفل هيكفيني، ما بجيبش، فانا بجيب اللي انا محتاجاه بس، عشان برضو الحاجه ما تخسرش وتبوظ مني ويبقى حرام، ربنا يحاسبنا. يعني بصوا احنا واقفين في بيوتنا، انتي واقفه في مطبخك حواليك النعمه اللي ربنا رزقنا بيها، ربنا هيحاسبنا عليها. اوعي تستهوني باي حاجه. لو معلقتين رز كده ربنا هيحاسبك عليهم، فاوعي تستهوني باي حاجه في المطبخ عندك. لو لمونه حافظه عليها، لم النعمه تلمك، زي ما كانوا دايما بيقولوا لنا زمان. فربنا يعمر بيوتنا بالخير، اللهم امين. ويلا بقى بسرعه الحقي الباميه والملوخيه خلاص بيودعوا.
من الاكلات الحلوه قوي اللي مفيش غنى عنها. فالحقيها بقى بسرعه كده لو لسه ما فرستيش. والطماطم لله الامر من قبل ومن بعد، فخلاص هي الطماطم كده ركبت الصاروخ زي ما بيقولوا. فمش عارفين الايام الجايه هتبقى عامله ازاي. من انا نزلت لكم الفيديو اللي فات مخصوص والله عشان انبه حضراتكم، اللي ما عندهاش طماطم تعمل وتجيب، لما سمعت ان هي هتغلى وكده. فربنا يسترها ان شاء الله، وكله بيعدي وكله بيهون، وربنا يعمر بيوتنا دايما يا رب كده بالخير وبالبركه وبالستر وبراحه البال، اللهم امين. غسلت بقى الخضار بتاعي، انا ما بغسلش الخضار بعينه في التلاجة زي ما هو كده، غسلت الفاكهه بس. هكمل معاكم الروتين الفيديو الجاي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.